صباح الخير. كل شي حدا عم بيتابعني عبر حسابي الشخصي. من شوي كنت عم بتصفح على الفيسبوك، فلفت نظري منشور بأنه الشعب السوري يطلب استغاثة من حكومة العدو الصهيوني إسرائيل، استغاثة، ومن نتنياهو وزير الخارجية الإسرائيلي، وصرح بأنه تلقى رسائل من السوريين لإرسال مساعدات، وهم ينسقون مع الحليف الروسي لإرسال المساعدات وبناء مشفى ميداني لعلاج المتضررين من جراء الزلزال الذي ضرب وطننا الحبيب. عن جد شيء بجنن. هم رائعون جدا بالنفاق وتسييس الأمر وتسييس الأمور التي تضرب بالبلدان العربية، ويسعون جاهدا لأن يرون بأنهم يعني هن الطيبون الرائعون، ويريدون أن ينسون ما فعلوه في الأمة العربية والشعب الفلسطيني خصيصا. نحن نقول لكم: نحن لسنا بحاجة لكم، ولسنا بحاجة لإغاثتكم، ولسنا بحاجة لمشافيكم في سوريا. سوريا ليست بحاجة لكم. تكفينا فزعة الأشقاء العرب، تكفينا فزعة الجزائر بلد المليون شهيد التي كسرت الحصار من ثاني يوم الزلزال الذي ضرب سوريا. تكفينا فزعة العراق الشقيق، تكفينا فزعة الإمارات العربية المتحدة، تكفينا فزعة مصر العربية، الأردن، ليبيا، عمان، إيران. كل من وقف إلى جانب الشعب السوري هم من يعرفون الشعب السوري، وأنا أثق تماما بأن هؤلاء العرب يفعلون بأصلهم. وين بدك تبني مشفى ميداني؟ وين رايح بهالزحمة؟ يدرسون لبناء مشفى ميداني على نفقة الحكومة الإسرائيلية في سوريا. إن شاء الله هذا المشفى سنبنيه في تل أبيب، وسنسميه مشفى فلسطين العربية. آخر شيء، كل الحب لكم أحبابي أينما كنتم، كل الحب لكم. رحم الله الذين قضوا في الزلزال في حلب وجبلة وكل المناطق السورية. رحم الله من قضى في هذا المصاب الجلل، والحمد لله على كل حال. تعازينا لأهاليهم، وكما قال السيد الرئيس: السوري يفعل لا يتكلم. وإن شاء الله سنقوم من هذه المحنة بكل قوة، كما صمدنا كل السنوات العجاف. بإذن الله تعالى سنخرج من هذه المحنة ونحن أقوياء، بتكاتف الشعب السوري بكل الأطياف، بكل المجتمع السوري. كل الحب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب. الله يسلمك حبيب قلبي، الله يرحم جميع الشهداء في سوريا وخارج سوريا. تحياتي لكم أحبابي. حبيت بس أطلع بهذا البث لحتى ننوه على هذا الأمر. نتنياهو الذي لا يعلمون معنى الإنسانية يريدون أن يرسلوا لنا مساعدات. مرة أخرى نقول لكم: لا نحتاجكم ولا نحتاج مساعداتكم، ولا نريد منكم شيئا. بيننا وبينكم النار فقط، بيننا وبينكم النار
والحرب وعودة فلسطين حرة أبية عربية فقط لا غير. تحياتي لكم أحبابي.